السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنشارك معكم كيك الهبه ولا كيك احمد اللي ولا ترند بمكونات بسيطه واقتصاديه. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. انا في الطبقه الاولى درت مادلين. نتوما ممكن تستعملوا اي كيك جاهز ولا ممكن تقادوه في الدار. كيك 7 معالق وديروه في بلاصه الكيك الجاهز. دابا ندوزو للطبقه الثانيه. عندي نصف لتر تاع كريمه ديال الخفق. ما كنضيفوش فيها السكر حيت هي اصلا فيها السكر. غنضيف ليها واحد بيرلي. ممكن نديرو بلاصه بيرلي ممكن نديرو الجبن، اي نوع ديال الجبن. ومن هاد الكريمه غناخذوا فيها واحد الكاس ما يعادل الكاس تقريبا. غنخليوه للكلاصاج. دابا غنبدا نخلط الكريمه ديالي بضرب كهربائي تنطلعها. غير انا طلعت الكريمه ديالي بزاف، كان من المفروض دابا نحبس هنا بهذا القوام يبقى كريمي، ولكن انا زدت باقي طلعتها. نتوما ما ديروش بحالي، وقفوا ملي تشوفوا القوام ديالها بدا كيتقال صافي وقفوا. خصو يبقى كريمي ماشي مجموع بحال هكا، ولكن ماشي مشكل. شفتوا الغلط اللي درت انا؟ بقيت كنطلعها طولات بحال هكا. خصكم نتوما تحبسوا ملي تشوفوا القوام ديالها ولا كريمي. المهم غنضيفها دابا فوق الكيك ديالي تتخبى الطبقه ديال تتخطى الطبقه ديال الكيك اللي درنا. ها هي دابا بعد ما كملت التوزيع ديال الكريمه. داك الكاس اللي قلت لكم خليوه من الكريمه، دابا غتضيفوه في كاسرونه صغيره وتخليوها تتغلى وتولي سخونه وتذوبوا فيها الشكلاط. خليو الكريمه تتغلى عاد ضيفوا فيها الشكلاط، ماشي تضيفوها وتحطوها فوق النار. واختاروا شوكولاته من نوعيه جيده. انا ها هو الكلاصاج ديالي وجد. غنحطوه هو بعد ما يكون دفى شويه وما بقاش سخون، حيت الا طفتوه هو سخون غيذوب ليا الطبقه ديال الكريمه. المهم هنوزعو دابا وغنخليو قرابه ديال واحد الكاس اللي من الكلاصاج اللي غندورو فيه الكونفليكس. ها هو داك الكاس اللي خليت غندير فيه الكونفليكس. من احسن الى لقيتو كونفليكس اللي كيكون رقيق هو الافضل، ولكن ما لقيتوش بحالي استعملوا لهاد الكونفليكس الغليظ. او من الاحسن تخليو هاد الكونفليكس تديروه مثلا دابا الا كنتو غديروه في المجمد خليوه حتى تخرجوه من المجمد عاد ديروا فوق منه. بحال دابا هنا خليت الكيك تبرد عاد درت فوق منه الكونفليكس. الا حطيتوه مع الكيك في المجمد، في هاد الكونفليكس زعما درتوه وحطيتوه في المجمد مع الكيك كيولي رطب، ما كيبقاش فيه القرمشه اللي مطلوبه. ممكن تخلطوا الكونفليكس ديالنا مع شوكولاته سوداء عاد تحطوه فوق الكيك، ولا ديروا بحالي انا حطيت هاد الكونفليكس فوق الكيك عاد غنغربل عليه الكونفليكس من بعد. المهم توزعوا على الكيك كامل. من بعد ما وزعت عليه الكونفليكس كامل دابا نغربل عليه الشوكولاته السوداء. غنخبي هاد الكونفليكس مزيان بحال هكا. انا جلست معكم دابا بعد ما ودن الاذان ديال المغرب باش نقطعها نحطها للفطور. ها هي كي كتجي. هيا دابا قطعتها معكم. شوفوا كي كتجي من الداخل كتجي فيها ديك القرمشه اللي واعره بسبب الكونفليكس. وبصراحه هاد الكيك يستحق التجربه، كيجي واعر وبنين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفه نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى تجربوها وتعجبكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.